السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. الصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اليوم جبت لكم واحد الطبق تقليدي 100%، وراني عارفة بلي كاين بزاف منكم ما يعرفوش. رواحوا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هو ما فيش مقادير بزاف. بسم الله. شوفوا هنايا هذا الطبق تاع اليوم ما كنتش معوله نصوره، ومن بعد في الاخير عشيت مصورته. هنايا شوفوا هذا يسموه الخبيز، داير كيما السلق ولكن عنده الموسم تاعو. هذا هو يعني يقولوا له الخبيزه، ولا الخبيز، حنا نقولوا له الخبيز. شوفوا تحكموا هكا الخبيز، هو يجو حلقات كيما يقولوا كيما توع السلق. نغسلوهم ونقطعوهم. شوفوا تقطعوهم كيما السلق، بصح يتقطعوا رقيق على السلق، نقطعوهم رقاق بزاف كيما راكم تشوفوا. شوفوا نشد هكا يعني كميه، ونجيب الموس ونقطعوه هكا، نحاول نقطعو يعني رقيق بزاف هكا باه يطيب لنا بالخف كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نديرو في جفنه ونديه نبغيه نغسلو. كي نجي نغسلو بالماء يكون سخون، نغسلو مليح، ومن بعد نديرو في قدر يكون كبير، لانه كي يبدا يغلي يفيض لنا. هنا شوفوا بعد ما غسلته ونقيته مليح، درتو في قدر كي يكون كبير، درت عليه كميه من الماء، ما تكثروش الماء، ودرت له كميه تاع الملح. نديه فوق الفرنو، نخليه نشعل عليه النار ونخليه يطيب. هنا شوفوا كي يبدا يطيب ما تغفلوش عليه. الا كان القدر تاعكم شويه ضيق يبدا يفيض لكم. هنا بقاو حذاه وبقاو تحركوا. كي يبدا شوفوا هنايا مام هو كي يبدا يغلي يطلق الكميه تاع الماء تاعو، لانه هذو النباتات فيها كميه مليحه تاع الماء. تخلوه هنا يطيب غير بالماء والملح. كي تشوفوه طاب، شوفوا هنايا بعد ما طاب راني كل دوره نبقى نحرك فيه. كي نشوفوا طاب تماما، هنا عندي واحد الفنجال ولا هكا نص كاس تاع تشيشه. هذه التشيشه تاع الشعير هذيك الرقيقه كامل نستعملوا في الخبيز، هذيك التيشه الرقيقه. شوفوا مع الاول بعد ما نغسلها هذيك التيشه، نحطها هكا كي شغل كطبقه يعني من الفوق فوق الخبيز هذاك. بعد ما طاب والخبيز تاعنا راه فيه شويه ما، نخلي هذيك الاخر هذيك التيشه طيب. التيشه تاعنا هنايا ما نحركهاش مع الخبيز، نخليها كي شغل كي طبقه هكا من الفوق حتى طيب هذيك التيشه تماما. كي نشوف هذيك التيشه طابت هذاك الوقت ندير كميه تاع الثوم. هنا عندي زوج فصوص ولا ثلاثه تاع الثوم، وندير كميه تاع الزيت. هنا استعملت زيت المائده عادي، يعني الزيت اللي نستعملوه نطيبوا به، ونخلط هذاك الوقت. نخلط شفتوني هنايا درت زوج فلفل دريس هنايا باه يعطينا الخبيز تاعنا هذا يجي حار. وهذا الوقت نبدا نحرك، لانه يعني شوفوا نفهمكم هنا التيشه لو كانت تخلطوها مع الاول تبدا يعني تثقل لكم تهبط لكم لتحت، والخبيز تاعكم هذاك ينحرق لكم. على هذيك اللي خلوها يعني في الاخير يعني حتى طيب ديك التيشه بتبداو تخلطوا. هنا كي تبداو تخلطوا خلطوا مليح، ديروا نار قليله وخلوا هذاك الخبيز تاعكم يطيب بيان يعني ويندمج مع هذيك التيشه، وخلوا ديك التيشه طيب مليح، وبقاو تخلطوا ديروا له نقر ليل حتى تشوفوا يعني هذاك الخبيز اندمج مع هذيك التيشه. ومن بعد طفوا عليه وتخلوه. هنا كي تجوا تقدموه نقدموا الخبيز تاعنا بشويه زيت الزيتون. وهذه هي الوصفه تاعنا. مع السلامه والى الملتقى.